لما تعمل الصح بعد فوات الاوان. هو ده اللي المفروض يتعمل كل ماتش اساسا من النادي الاهلي. ده الطبيعي انك انت تبدا بعد 59 ثانيه او 53 ثانيه وتجيب جون وتخلي الفريق اللي قدامك يحبط. الاهلي دايما كان بيعمل كده على مر العصور، بينزل يخلص من الشوط الاول. ال 15 دقيقه الاولانيين دول كان مشهور الاهلي فيهم ان هو بيجيب جون، زي ما ال 15 دقيقه الاخرين الاهلي مشهور فيهم ان هو بيجيب جون. لكن مع موسيماني الموضوع ده اتغير، وبدا الاهلي ان هو ياخر الماتش لحد الشوط الثاني. ومع كولر احيانا كانت بتحصل في البدايات، كان ماشي كويس وبيهدف في الاول، وفي الاخر بعض الماتشات كده ما حصلش كده، والاهلي كان بيستقبل اهداف كمان. فالاهلي النهارده عمل الحاجه اللي المفروض تتعمل على طول، اللي هو ده شخصيه الاهلي. الاهلي بيلعب قدام الفريق قدامه، بيغلبه معنويا قبل ما بيغلبه فنيا، بالرعب بالخوف ان هو يخش جون في اول الدقائق، فيبدا الفريق اللي قدامه يتشتت ينهار. لو كان عامل خطه الخطه تتغير، ما يلحقش المدرب ان هو يعدل من تكتيكه. محمد شريف النهارده عمل الطبيعي، عمل الحاجه الطبيعيه، ان انت مش كل حاجه لازم انك انت تلعبها ببطن رجلك، ومش كل حاجه لازم تلعبها على الارض. في يا ابني اختراع اسمه تشيب، في اختراع اسمه وش الرجل، في اختراع اسمه سن الرجل، في اختراع اسمه التصويب بقوه بدل ما بتركن الكره بالراحه. النهارده شريف استقبل باليمين وراح مدي بالشمال جول في اول 53 ثانيه. طاهر محمد طاهر النهارده غير طاهر محمد طاهر قبل الماتشات اللي فاتت. في نشاط، في حيويه، في يعني مجازفه، بيروح لاخر الخط وبيرقص وبيعدي ويرجع يعمل عرضيه لورا. محمد طاهر وعلي معلول النهارده كانوا جابها كويسه. الاهلي ما لعبش بنفس الاداء في خلال 90 دقيقه، لكن خد بالك الاهلي مرهق جدا 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 جدا. الاهلي لعب ماتشات كتير جدا في اوقات قريبه قوي، فمش لازم الاهلي يلعب ب 90 دقيقه بنفس القوه ونفس الاداء ونفس الريتم. لا، انا عاوز العب على اداء اقتصادي. يعني النهارده ما فوز 3-0 وادائي ما هواش الواو، كويس جدا. بالعكس، ده انا النهارده كمان يعني زعلت ان في لعيبه معينه، يعني مثلا واحد زي علي معلول ده كان لازم نريحه، كان لازم نريح علي معلول، لكن ما قدرناش ان احنا نريح علي معلول. برضو الراجل قلقان من النتيجه، لكن ابتكر ابتكار تاني. والله العظيم قلت على الموضوع دوت الماتش اللي فات بالظبط، قلت طالما علي معلول بقى عظمه كبيره وانا ما عنديش بديل لعلي معلول ومش عارف اريحه، الاعب علي معلول كجناح. كمان صدفه ان هو عنده ازمه اجنحه، فعمل ايه؟ لاعب محمد اشرف كباك شمال ولاعب علي معلول كجناح. علي معلول اساسا عايز اقول لك على حاجه، علي معلول كان بيلعب جناح اصلا في الصفاقسي، يعني لعب مركز الجناح ده في الصفاقسي، يعني مش غريبه عليه. تاني حاجه، علي معلول لعبه قبل كده مع الاهلي ايام حسام البدري، كان ساعات بيلعب علي معلول جناح. علي معلول كل خطورته في الحته القدامانيه، يعني علي معلول بيعمل كوارث دفاعيه ورا لما بيتقدم وبيسيب الدفاع تمام، وهو دفاعيا مش بنفس قوه مثلا احمد فتحي في الدفاع او اكرم توفيق في الدفاع. لكن علي معلول هجوميا عارفين، يا اما بيشوط يا اما بيعمل عرضيه يا اما بيعمل عرضيه ارضيه يا اما بيعمل مثلا بينيه. الخلاصه علي معلول قوته في الهجوم. ومش هننسى الجون اللي جابه كده في الترجي من الجنب الشمال، شوطه كده شاطها، كان هو بيعوض خطا واخطائه في الماتش. المهم علي معلول النهارده لعب كجناح، والمركز ده احنا عندنا نقص فيه، فلاعب علي معلول. انا بقول اهو لو الماتش المقاولين اللي جاي الاهلي هيلعبه واتمنى ان هو يتاجل، يا ريت. فعلي معلول لا، ما يلعبش باك، يلعب جناح. ليه؟ هيوفر في المجهود، مش هيرجع يغطي في الدفاع زي ما بيرجع يغطي لما بيلعب باك. فدي كانت حاجه كويسه. ما اعرفش بقى دوت شغل كولر ولا شغل سامي قمصان. لو من سامي قمصان يبقى تشابوه سامي قمصان، تحيه يعني. آه، الاهلي في الشوط الاول جاب الجون وريح كالعاده، يعني جاب جون وريح. بعد كده هدي الريتم، كان لازم الاهلي يضرب على الحديد وهو سخن. لكن كعاده لعيبه الاهلي وكعاده الجيل ده، يعني الواحد اصلا بيشوف حتى في الحياه كده ان الجيل الصغير ده جيل بقى خلاص، جيل بقى ما بيسمعش كلام، مش عاوز ينفذ اي حاجه في اي حاجه، جيل معاند ما بيخافش من حاجه. فالمهم ان هو الاهلي فضل في رتمه الممل اللي هو يعني هادي لحد بقى الدقيقه 39 لما قندوسي جاب الجون التاني. طبعا القندوسي متعدد المواهب، يعني بيلعب 6 وبيلعب 8 وبيلعب 10، بيعرف يلعب جناح. النهارده مثلا جاب الجون بالدماغ، يعني انت ما تلاقي عندك بيشوط وسريع وبيرقص. فقندوسي لعيب متعدد المواهب صراحه، وكمان دخل في الفورمه ودخل خلاص في الخدمه مع الاهلي، لانه هو اللي عامل البينيه لعلي معلول
اللي علي معلول عملها للولد رافت خليل وجاب بيها الجون الثالث. فالقندوسي خلاص كده يعني اندمج وكده خلاص خد شهاده اعتماد. اعتقد القندوسي هو البديل لقفشه، وقفشه هو البديل لقندوسي، ايا كان بقى مين فيهم اللي هيلعبوا كويس، عشان خاطر برونو سافيو نبدا نقيمه صح، انه يلعب جناح بقى. برونو ورينا يعني مش هنلعبك 10 اهو، العب في الجناح ورينا بقى هتعمل ايه. طاهر محمد طاهر زي ما قلنا هو علي معلول النهارده كانت جابها كويسه وعملوا نشاط وحيويه. في حاجه بقى بالنسبه لاخطاء دفاع النادي الاهلي. اولا احنا المدافع الوحيد اللي يتقال عليه مدافع وتبقى واثق فيه، اي نعم ليه حبه هفوات، هو محمد عبد المنعم فقط. النادي الاهلي ما فيهوش غير محمد عبد المنعم مدافع فقط. لا ياسر ابراهيم مدافع، ولا رامي ربيعه مدافع، ولا محمود متولي مدافع. ليه؟ ثلاثه ليهم اخطاء قاتله ساذجه منتهى السذاجه. دفاع الاهلي بيتكشف لما بيلعب مع فرق كبيره، لان الفرق الكبيره بيبقى عندها مهاجمين حلوين. فالحاجات اللي يعني مثلا الكره بتاعت متولي في ريال مدريد بتاعت فينيسيوس خطا ساذج. النهارده ياسر ابراهيم برضو كام كره بيرجعها كده خطا ساذج. الوحيد اللي ممكن تثق فيه شويه هو محمد عبد المنعم. انا بيتهيألي الاهلي محتاج ان هو يجيب مدافعين. في كلام ان اسامه جلال، بس ما اعتقدش بيراميدز هيسيبه. في كلام عمر فايد والمقاولين مش هيسيبه، ولسه عمر فايد ده صغير. انا شايف ان اسلم حاجه دلوقتي حاجه من اتنين ملهاش حل: يا اما محمد هاني يلعب جنب محمد عبد المنعم في الدفاع، ويا اما محمد هاني يفضل زي ما هو كده في الهجوم، لان محمد هاني في الهجوم افضل بكتير من خالد عبد الفتاح. فخالد عبد الفتاح يلعب مساك جنب محمد عبد المنعم، يبقى محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح اتنين مساكين. ملهاش حل غير كده، الا بقى لو ربنا كرم ايمن اشرف رجع كبس الراجل وقال له انا مستواي حلو، فيلعب نجرب بقى ثنائيه ايمن اشرف جنب محمد عبد المنعم. لان ايمن اشرف كان مع فايلر مثلا كان متالق جدا، وكان 10 على 10 مع فايلر. فدفاعنا يعني بيعمل جرايم. طبعا الشوط الثاني الاهلي نازل هادي جايب جونين، فبالتالي مريح قوي. لعيبه القطن هي اللي كانت داخله يعني الشوط الثاني بتلعب منتهى الشراسه منتهى القوه، بيلعبوا بالتحامات قويه جدا. لعيبه الاهلي ما عندهاش نفس القوه في الالتحامات، لان لعيبه الاهلي اعصابها هاديه وفايزه، خايفه من الاصابه، جهاد ايا كان. لكن هو ده اللي حصل. في كوره بقى راحت لمحمد عبد المنعم، اتعملت تريكايه حلوه قوي في فاول. علي معلول محمد طاهر واقفين على الكوره، فطاهر عمل ان هو هيرفع، هوش وراح واقف، فلعيبه القطن اتحركت. كل ده محمد عبد المنعم ثابت. لما جه علي معلول بقى يرفع الكره رفعها، محمد عبد المنعم اتحرك، فالواد بتاع القطن الكاميروني ما اتحركش. محمد عبد المنعم فاضي، الكره جايه لك من الشمال. جوزيه علمها للعيبه لما الكره تيجي من الشمال حطها في الزاويه الايه؟ الزاويه الشمال مش الزاويه اليمين. لو الكره ملعوبه من اليمين حطها في الزاويه اليمين مش في الزاوية. لو تفتكروا جول اسامه حسني في النجم الساحلي لما الاهلي كسب 3-0 2005 2004 او 2005 2006، الكره ديت بتاعت عبد المنعم طالع لوحده ما فيش حد معاه، حطها بدل ما يحطها في الزاويه الشمال اللي هي الكره اللي ملعوبه منها، حطها في الزاويه اليمين. طبعا خرجت بره الجون. لكن لو حطها في الشمال اولا كان هيحطها مظبوط، الجون هيبقى متحرك اساسا من الشمال لليمين، فخلاص مش هيعرف يرجع تاني، فانت ثبت الجون. الوحيد اللي عمل الكره ديت وما خرجتش وما لفتش وده ليه ستايل تاني مختلف هو فلافيو، لما جاب جون الاهلي في انترناسيونالي في كاس العالم للانديه 2006 تقريبا. حطها الكره اتلعبت من طارق السعيد من الشمال، طلع فلافيو وعمل جامب وعمل تيك اوف يعني خيالي، وراح حطها وجهها براسه بنص راسه في الزاويه اليمين. الجون طار معاها ما عرفش يعمل لها حاجه. لو كان حطها في الشمال برضو كانت هتبقى جون، لكن هو حطها في اليمين بتكنيك معين. لكن ده فلافيو ده الراس الكبيره يعني، راسه كان على رمان بيلي، فموضوع مختلف. بالنسبه بقى للموضوع يعني انا اتكلمت في الاول، بس نرجع تاني نقوله ان احنا المحترف اللي احنا ممكن نجيبه ويبقى يعني كده ضربنا عصفورين بحجر. ايه هو؟ انا عندي الجنب الشمال علي معلول هو المحترف اللي فيه، فما ينفعش اجيب تاني محترف ويقعد احتياطي لعلي معلول، صح؟ طب ما انا ادخل علي معلول يلعب كجناح على طول خلاص، لان علي معلول كبر، وادور على محترف يلعب في الجنب الشمال. طب ليه ادور على محترف يلعب في الجنب الشمال؟ لان انا ما عنديش في الدوري المصري اي حد بيلعب باك شمال حلو. فاعمل ايه؟ فانا اجيب محترف في لعيب انا شايفه يعني انا بشوفه حلو اسمه جوناثان نجم اللي هو بتاع فيوتشر، بس طبعا فيوتشر ما بيرضاش
يسيب لعيبته، بس ده هيبقى حل سحري للاهلي، وكمان هنستفاد اقصى استفاده من علي معلول. الهدف الثالث طبعا يحسب لعلي معلول، لان هو يعني اللي عمل المجهود الاكبر فيه، لعب الكره للقندوسي، والقندوسي لعبها تاني لعلي معلول، علي معلول رجعها تاني لرأفت خليل، حطها رأفت خليل، لكن الهدف كله يتحسب اكيد لعلي معلول، ومن بعديه ممكن يجي القندوسي. طبعا رأفت خليل الجون كان فاضي فحطها فيه، لكن حاجه حلوه قوي ان احنا النهارده نشوف في الملعب رأفت خليل، نشوف محمد أشرف، نشوف أحمد نبيل، كوكا، دول 3 ناشئين، وعلى اعتبار ان محمد عبد المنعم برضو كمان من يعتبر كان لسه من ناشئين يعني قريب، يعني ما مش من فتره كبيره، فهو ده المفروض ان الاهلي دايما تاريخه معودنا على كده، ان لازم يبقى فيه على الاقل 4 لعيبه صغيرين في التشكيله طالعين من ناشئينه. لو نفتكر الجيل بتاع ابراهيم سعيد، محمد جوده، حسام غالي، دول كانوا طالعين مع بعضيهم، قبليهم كان سابقهم سيد عبد الحفيظ. فالاهلي في فتره من فترات كان شهاب الدين احمد ومانجا، وقبلهم حسام عاشور وعفروتو، حتى ايمن اشرف. فيعني لو إن الاهلي لازم يستمر في الموضوع دوت. لو بتسمعوا لحد هنا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلوا على الحبيب به الدنيا.